أولا أسأل الله أن يرحم والدي وأن يجمعنا به وبكم وبمن نحب في جنات النعيم وأن يرحم أموات المسلمين. ثانيا، الوالد أنا خرجت كان في ظروف صحية، يعني أصبح في كثير من الأحيان لا يعلم ما الذي يحدث حوله، يعني زهايمر وما زهايمر، أسأل الله يعطي كلنا عافيته. ثالثا، لا نأمل فيما يحدث في غزة، وقفات مهمة جدا، خاصة ما حدث لمن يعتبر آية في الصبر في هذا الزمان. أتكلم هنا عن وائل الدحدوح، مراسل قصفت عائلته، فقد زوجته، أمه، كثير من أبنائه وبناته لم يكونوا كلهم في نفس اليوم، في أقل من 24 ساعة تقريبا. رجع وغطى الأحداث بعد أيام، واستشهد ولده حمزة، نسأل الله يرحمه ويجمع به في جنته يا رب. واستشهد حمزة ولده ورجع كذلك وعاد الأحداث. لكن مثلك هذه رسالة حق أريد به باطل. أنت ما يهمك أبوي ولا ما يهمك سالم، أنت تبغى صوت الحق إنه يسكت ولا حد يتكلم فيه، لكن لا، هذه الحياة مستمرة ما توقف عشان وفاة أحد، ولا كان في من الأولى أنه يتوقف وائل الدحدوح وغيره من المراسلين الذي فقدوا عوائلهم نتيجة قصف واستهداف متعمد من قبل الاحتلال، لأن الاحتلال لا يريد أن يريك الحقيقة عبر هؤلاء المراسلين. كان هذا ضغط من الاحتلال على وائل الدحدوح، ولكن مع ذلك في أقل من 24 ساعة رجع الأحداث وغطاها. لذلك لابد، هذاك محتل وعندنا شخص مستبد، نظام مستبد، لابد أن نعريه مهما كانت الظروف. الله يرحم والدي ويرحم جميع أموات المسلمين. وائل الدحدوح مراسلين أو ناشطين يبغون ينقلوا لك الحقيقة، ويعلمونك أنك تعيش تحت استبداد، تحت ظلم، تحت قمع. وائل الدحدوح المراسلين في غزة يعلمون لك أن هناك استهداف المدنيين، أن هناك احتلال. ما هو مع أول موقف تنكسر وتوقف، لا، خلاص أنت خرجت في هذا الخط، لابد أن تعلم أنك ستفقد كل شيء. لذلك تحمل واستمر فيما أنت عليه على رسالتك، وكلنا نتأثر، نشتاق، عندنا مشاعر مثل ما عندك، نحب، نكره، نحزن، نفرح، لكن خلاص أنت اخترت هذا الخط. وجودك مع الأهل أو لن يقدم موت أحد ولن يؤخر من موت أحد، الكل ماخذ قدره في وقته. لكن أنت خرجت في هذا الخط، خلاص عليك أن تلتزم وأنت تتأقلم مع الظروف مهما كانت هذه الظروف. واجه واصمد وامشي وخلك ثابت. والله إني أخجل لما أسمع هذا الكلام، ولا يعني الواحد يتكلم ولا ينظر اللي حوله. يعني وائل الدحدوح اللي حدث له والله العظيم إنه درس عجيب في هذا الزمن، شيء عجيب. تخيل تفقد زوجتك، أمك، لا قدر الله ابنتك، بناتك، أولادك بهذا الشكل، ثم تعود في 24 ساعة وتغطي الأحداث.